السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعيني ومتابعين قناتي وقناتكم قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند البط، من التغذية لحد التسويق. هقولك في الفيديو ده على كل الحاجات اللي المفروض تعمليها عشان تعملي كل الحاجات اللي المفروض تعرفيها ويكون عندك علم بها عشان تبدأي مشروع تربية البط، عشان المشروع ينجح معاكي. البط طبعا بيكون هو تاني حاجة بعد الفراخ في إنتاج البيض وإنتاج اللحم. يعني أول حاجة في البيض هي طبعا الفراخ البلدي، تاني حاجة بتجيب بيض هي البط. تربية البط أصبحت مشروع عند ناس كتير جدا بتحب إن هي تربيه، مشروع مربح. البط مشكلته انه بيتحمل الظروف القاسية اكتر من الفراخ. يعني ممكن تلاقي لو حتى الشطة جت بتلاقيها بتأثر في الفراخ اكتر من تأثيرها على البط. تربيته سهلة. تربية البط ليها فوائد كتير جدا. اول حاجة من فوائد تربية البط ان هو مشروع مربح، مشروع مربح لإنتاج البيض لإنتاج اللحم. مشروع صغير أي حد ممكن يبدأ بيه، هو مشروع البط البلدي أو أيا كان نوع البط اللي انت هتربيه. طبعا عارفين إن البط أنواع كتير جدا، في بط بيور، في بط بلدي، في بط مسكوفي، في شرشير، في فرنساوي، في بغال، في مولر، أنواع كتير جدا للبط. الميزة في تربية البط إن هو ما بيحتاجش لمكان كبير قوي، تربيته سهلة. البط من مميزاته برضه ان هو مقاوم لامراض. معدل النفوق بتاعه يعني واطي شوية عن الفراخ، يعني لو جت شوطة بتلاقيها بتأثر في الفراخ قوي وبيموت منهم اعداد كبيرة. لكن البط معدل النفوق بتاعه شوية يعني عن الفراخ. البط بيتغذى على الحشرات، على القواقع، على اي بواقي طعام عندك، على الحبوب الدشة، العلف، اي حاجة ناشفة كده حبوب. البيض بتاع البط في ناس كتير جدا بتطلبه زي بيض الفراخ، خاصة في الريف. مشروع صغير ممكن اي حد يبدأ به. نظام التربية ممكن انت لو عندك مكان كده، يعني عندك حتة ارضية كده، ممكن تبدأي ان انت تربي البط. في تربية كده بتكون شاملة، يعني مربية اعداد كتير جدا من الطيور. في تربية مكثفة، البط بيتغذى على يعني ان انت تحط له اكل مرتين في اليوم او 3 مرات. طبعا المية تكون قدامه باستمرار. عمر بداية وضع البيض بالنسبة للبط هي 6 شهور. يعني لو ربيتي بط بقى وعايزة تسللي منه وعايزة يبقى عندك اعداد كبيرة من البط، هو بيبدأ بعد عمر كده 4 شهور 6 شهور كده ان هو يبيض. انتاج البيض في السنة ممكن يبيض من 300 ل 320 بيضة. وزن البطة اما بتكون وصلت لسن البلوغ النتاية ممكن بتبقى 1.5 كيلو ل2 كيلو، الرينج بتاعها من 1.5 كيلو ل2 كيلو. طيب هو بيستهلك قدين علف في اليوم؟ بيستهلك البطة الواحدة من 150 جرام ل 160 جرام. زي ما قلنا ان معدل النفوق بتاعه بيكون منخفض، يعني ممكن مثلا 2.5% للبط الصغير، 6.5% للبط الكبير. طيب بتغذى على ايه؟ البط بيحتاج لغذاء اكتر من الفراخ، بتغذى على الحبوب والبقوليات. البقوليات والحبوب بتزيد الانتاج وبتزود جودة البيض. بنضيف للغذاء بتاعه الاملاح والمعادن للاكل بتاعه. الامراض الشائعة بالنسبة للطيور اللي هي مرض كوليرا الطيور، مرض التهاب الكبد الفيروسي. امنعي عن البط لو انت مربياه في غيط او حاجه زي كده، امنعي عنه الاطعمه السامه زي حبوب الخروع. اتعاملي مع دكتور بيطري لو انت مربيه اعداد كبيره، عشان يلحق الامراض اللي بتيجي للبط في البدايه كده. طيب المسكن بتاع البط ممكن مساحه 2 في 3 كده مربع لكل بطه. المكان اللي هتربي
في البط المفروض يكون التهوية بتاعته كويسة، يكون مكان آمن مفيش فيه عرس أو فيران أو حاجات زي كده. بتستخدمي قشر الرز كده أو فرشة كده، ممكن عمق 5 ل6 بساط كده، لأن هو بيتعب قوي من الأرضية والحاجات اللي بتكون رطبة، بتعمل له رطوبة وبتجيب له أمراض كتير. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.